السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ مستر محمد صلاح نزل الاعلان بتاع المراجعه بتاع ليالي الامتحان، ومعظمها هيكون لايفات، وكلكم قعدتوا تتسالوا اصلا من بعد اللايف الاول ما نزل. طب اللايفات طويله جدا جدا وانت مش عارف تعمل فيها ايه، ومضطر انت تسمعها في وقتها. يعني انت مثلا بتذاكر ماده تانية وقت اللايف جه، فانت مضطر انت تسيبه وتقعد تسمع في اللايف. فهقول لك كده سريعا اللايفات اصلا مهمه ولا لا، وتسمعها ولا لا، وتعمل ايه فيها، وتستفيد ازاي منها. فما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل الفيديوهات اللي جايه. بص، اول حاجه انت لازم تكون عارف ان انت في ليالي الامتحان بتاع العربي مش شرط تسمع اي لايفات او اي فيديوهات اصلا. يعني لو انت اصلا مظبط النحو، انا مظبط النحو خلاص، هو ما عنديش اصلا اي مشكله في النحو، خلاص هروح اسمع اللايف بتاع النحو؟ لا، هسمعه في حلقه واحده. لو انا مني اجزاء معينه هدخل والله اللايف مثلا 6 ساعات ولا حاجه، فانا هدخل والله اشوف مثلا انا محتاج الجزء ده، هشوف المستر النهارده هيشرحه ولا لا، واسمعه هو بس. طيب لو انا اصلا عارف ان انا كويس في النحو، اكيد طبعا مش هقعد اسمعه وافضل قاعد كده قدام لايف مثلا 6 ساعات. لو انت حاسس ان انت مظبط الجزء ده، لا خلاص اصلا ما تسمعش. طيب من ناحيه الاستفاده، هي كده اللايفات مهمه وكل حاجه، ولكن انا بكلمك من وجهه نظر ان اللايفات كبيره، وفي اصلا يعني انا مش محتاج الجزء ده وخلاص فاهمه كويس، والمستر مثلا عاده شرح تاني، خلاص انت كده مثلا ما استفدتش اللي هو كتير قوي للدرجه دي. لو انت كنت قعدت رجعت ثلاثه كنت توفر وقت وهتستفيد اكتر. طيب لا خلاص، انا هسمع مثلا كل اللايفات، ولكن عندي مشكله في حته سماع الوقت، ان هي بتنزل في وقت معين كده ان هي لايف. بص، لو انت هتسمع اللايفات وتسمعهم كلهم، مش شرط تسمعهم في نفس الوقت، عادي يعني. كده كده اللايف هينزل اصلا هيبقى عباره عن فيديو. انت خلاص والله مثلا اللايف النهارده ينزل المغرب، بس انت مش فاضي غير بعد العشاء، عادي يعني، سيب اللايف ينتهي مع نفسه 5 6 ساعات لحد ما ينتهي، وانت بعدها ايه، اول ما تقعد كده ظبط مع نفسك وابدا نزل الفيديو واقعد تسمع مع نفسك، مش شرط تسمعه كهيئه لايف. يعني كان نقطه مهمه بقى علشان تستفيد اصلا من اللايفات دي، بما ان هي وقتها كبير، وانا مش عايزك بجد والله تضيع وقتك على الفاضي. لايفات مستر محمد صلاح الجامده وكل حاجه، ولكن بالله عليك يعني خليك واعي كده شويه. مستر بيحل معاك، وهو كمان قال لك ان انا مش هشرح مجرد شرح زي الاول تاني، انا هشرح اقول لك والله مثلا هتتسال ايه في الناحيه الدرس النحوي ده، الاسئله مش عارف هتجيلك ازاي، وهكذا. مفيش حد عاقل كده بالله عليك ايه هيفضل قاعد قدام لايف 6 ساعات وهعمل صلاه كده قاعد بيسمع بس، انت كده ما استفدتش اي حاجه. اول ما تبدا يعمل لايف او هتسمعه مثلا كهيئه فيديو او لايف، تجيب كشكول كده وقلم جنبك وتبدا تكتب كل حاجه مستر محمد صلاح بيقولها. مش قصدي تكتب الشرح، قصدي تكتب المعلومات الاضافيه، اللي هو والله مثلا في معلومه جديده بالنسبه للدرس ده. فانت والله كده ايه، ساعه ورا الثانيه بجد انت كده قاعد بتستفيد، مش مجرد قاعد مستمع وخلاص. تاني حاجه بقى لاحظتها، مش عارف ازاي في لسه اطفال منكم كده بجد والله، بدخل اللايف بلاقي مثلا كميه ناس قاعده سايبه اللايف شغال مع حاله، وده قاعد بيعاكس فيه في اللايف، وده قاعد بيرد على ده في اللايف، وده بتسال ده هو انت مراكم ولا لا، وده يسالها والله هو انت بتسمع كيمياء لمين يا اسطى؟ في لايف شغال يعني، في لايف شغال بالله عليك فوق معانا، ولا قاعد مثلا مشغل اللايف على التابلت وقاعد في ماسك التليفون بيقلب في التيك توك. انت كده بتضحك على نفسك والله، وهتيجي في الاخر تبقى ضيعت 6 ساعات، وفي الاخر انت في ليالي الامتحان بجد المفروض ما تكونش بتعمل اي حاجه من الهطل ده اصلا. وحاجه اخيره كمان من ناحيه الناس اللي بتجاوب والمستر اللي بيبعت لها هدايا وكل الكلام ده، بالله عليك ما تقعدش ايه تحبط، ده مش وقته. انت تسمع الفيديو او اللايف لهدف واحد الا وهو انت تستفيد بيه، وما تقعدش بقى ايه يعني روح التنين المجنح اللي جواك تطلع، طب انا ليه ما خدتش، طب انا نفسي اخد هديه، طب انا نفسي اجاوب. بالله عليك مش وقته، انت قاعد بتسمع فيديو ومحتاج ان انت تسمع الفيديو تكتب وراه الحاجات، بعدها تقفل الفيديو تروح انت تذاكر وبس. صدق الله العظيم على كده. بس حبيت اقول لكم كده كذا نقطه بالنسبه لللايفات بتاع مستر محمد صلاح، بما ان احنا في ليله الامتحان والكلام ده، فيا ريت تستفيد بس كده وتطبق كل الحاجات دي. وبس اشوفكم في فيديو جديد. سلام.